السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى مشاهدين؟ النهارده باذن الله هنعمل مع بعض البسبوسه، بس البسبوسه بتاعت النهارده ان شاء الله باذن الله هتبقى مميزه وبنكهه مميزه جدا. انا عاملاها بابسط الحاجات، السوداني. بسبوسه بالسوداني كده، يعني ارخص نوع مكسرات. ما حبيتش اعملها باللوز ولا بالبندق ولا يعني ولا باي نوع مكسرات غالي. حبيت اقدمها لكم بالسوداني، وممكن كمان تستغنوا عن السوداني كمان. بصوا ما شاء الله، قوامها تحفة جدا وكريمي وبتدوب كده دوب في البق. وحابينها لو ارفع من كده هتكبروا الصينية، بس هي كده يعني ما شاء الله بجد جميلة. بس ما شاء الله بنطلع الحتة في القطعة بقطعتها كده، وما شاء الله مش لازقة ولا فيها اي حاجة من تحت. بصوا الجمال والحلاوة، القطعة متماسكة وفي نفس الوقت بتدوب، يعني متماسكة تعرفي تطلعيها القطعة كده حلوة، وفي نفس الوقت بتدوب كده وحلوة. ما تنسوش تعملوا لي لايك لو الفيديو ده ان شاء الله باذن الله عجبكم، وتشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفوني، وتشيروا الفيديو ان شاء الله باذن الله عشان يوصل لاعلى نسبة مشاهدة بيكم باذن الله. شيروه وشاركوه مع كل اصحابكم وكل اللي تعرفوه عشان يوصل لاعلى مشاهدة. صلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بصوا ما شاء الله البسبوسة بتاعتنا اكتر من روعة، جميلة جدا وقوامها تحفة. وبصوا بتتفرك كده بتدوب مرملة، تحفة جدا وفي نفس الوقت متماسكة. عشان توصلي للقوام ده يعني لازم تتابعيني وتعملي خطوة خطوة معايا. والبسبوسة دي على فكرة بالكراميل، يعني بسبوسة بالكراميل كده حاجة كده، يعني طعم كده ونكهة مميزة هتعمليها، ونكهتك هي ان شاء الله هتبقى الافضل والمميزة. كنت قدمت معاكم قبل كده البسبوسة على القناة، هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. معانا كوبايتين دقيق، دقيق السمولينا، دقيق البسبوسة، وكمان نص كوباية لبن ونص كوباية سكر ونص كوباية زبدة. وكمان معانا ربع كوباية جوز هند والسوداني. بصوا هنبتدي بقى نحط اللبن والسكر والسمنة او الزبدة، اي نوع سمنة زبدة، ممكن كمان تستعملي زيت على حسب اي الدهون اللي انت حباها. انا هنا مستعملة السمن العلب اللي هي المعلبات دي العادية، وفي الاخر حطيت معلقة زبدة عشان تدي النكهة بتاعة الزبدة البلدي. بصوا كده هنحط دول على النار نسخنهم يا دوبك ما يغلوش، يا دوبك ياخدوا الحرارة ونسخنهم. هنحط كده حوالي رشة بسيطة من البيكنج باودر عشان ما تطلعش معاكي مكتوبة. دي حابة تحطيها حابة، في ناس كتير ما بتحطش البيكنج باودر، بس انا بفضلها برشة البيكنج باودر ده. هنحط كده كوبايتين دقيق السيمولينا مع جوز الهند مع ربع كوباية، مع كمان رشة البيكنج باودر. كده احنا خلاص سخنا ال ال الزيت مع السكر مع اللبن، السمنة مع السكر مع اللبن، ودوبناهم كويس والسكر دايب. وبعد كده هنحط عليهم، ممكن تقلبي العكس، انا قلبت كده وخلاص. وبعد كده قلبنا السمنة مع الزيت مع السمنة مع السكر مع اللبن، ودوبناهم كده دوب. بنبتدي بقى كده نفركهم في بعض ونشرب الدقيق كل السمنة واللبن. بصوا كده ما شاء الله خلاص، هو كده البسبوسة بتاعتنا خلصت. تابعوني عشان نعمل كمان الشربات المكرمل. بصوا قلبناها وظبطناها، وبصوا وصلت لي كده اهي، ولا متماسكة قوي ولا سايبة قوي، هو ده القوام بتاعها. هنحط بقى كده في الصينية دي مدهونة سمنة او زبدة او اي حاجة، يعني سمنة زبدة، ممكن كمان تدهنيها طحينة. انا كنت قبل كده عاملة معاكم البسبوسة ودهنة الصينية طحينة، بس ما حبيتش اكررها معاكم، يعني اديكم كل مرة حاجة عشان ما تقولوش بتكرر الحاجة. انا هنا كنت بلة ايدي مية من الحنفية غسلاها وايدي مرطبة، وببدأ بقى كده اساوي الوش بتاع البسبوسة عشان تدي شكل حلو. شكرا للمتابعة، بحبكم كتير.
ببدأ بقى كده السوداني احطه ارصه بقى اي شكل، حابة بقى ترصيه رسمة معينة ترصيه كده براحتك خالص. انا رصيته كده وظبطته واتكيت عليه تكة كده عشان ما يطلعش من الوش. وخلاص على كده هندخلها الفرن على درجة حرارة 200، وبعد نص ساعة هنطلعها. بصوا بقى الجمال والحلاوة كده. حطيت كوباية سكر، هنسيبها تتكرمل زي ما انتوا شايفين كده. سخنت وبتبتدي بقى تتكرمل. اول ما تبتدي تتكرمل من ناحية والناحية التانية لأ، نبدأ بقى نقلب عشان ما يتحرقش من ناحية ومن الناحية التانية لأ. بصوا الجمال والحلاوة. بنكرمل بقى السكر بالطريقة دي. بعد ما نكرمل السكر انت هتحطي كوباية السكر. عامة لو بتعملي شربات عادي هتحطي كوباية سكر عليها كوبايتين مية. وعصرة ليمونة. انا هنا حطيت كوبايتين سكر وعليها كوباية سكر وعليها كوبايتين مية. بصوا المية لازم تكون ساقعة عشان ما تطرطش منك. بصوا هي جمدت بس هتدوب. هنسيبها كده اول ما تبتدي تغلي هتدوب معانا. بصوا اهي دابت خالص. وبنبدأ بقى بعد ما دابت وخدت غلوة نبدأ نحط عصرة ليمونة، وبعد كده اخر حاجة بنطفي. وكمان هنحط الفانيليا دي بتفرق في الطعم والريحة. طفيت وحطيت الفانيليا. كمان بعد ما طفيت حبيت احط معلقة زبدة في قلب الشربات. دي هتقلب لك بقى طعم البسبوسة من بسبوسة ل من بسبوسة عادية لبسبوسة بالسمن البلدي. بص لون الشربات على فكرة كان باين ان هو غامق عشان بس الحلة غامقة، بس هو لونه بص ما شاء الله جميل جدا وحلو ومش غامقة ولا حاجة. بصوا لونه مكرمل وحلو. اتمنى ان الوصفة تكون عجبتكم ومنتظرة تعليقاتكم. اكتبوا لي اقتراحات جديدة اللي حابين تشوفوها على القناة اعملها معاكم. بصوا كده خلاص البسبوسة ما شاء الله بتتشرب السيرم ما شاء الله حلو جدا. ببدأ احط بقية كل ما تشرب احط بقية الكمية. شربت كل الكمية ما شاء الله. شربت الكوبايتين الشربات اللي كنت عاملاهم مع كوبايتين المية مع كوباية السكر اللي انا كنت عاملاه. بس بعد شوية بقى كده ببتدي قطعتها. بس الجمال والحلاوة. هنبدأ بقى نطلع بسم الله. صلى على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بس بنبدأ بقى كده نطلع الزبادي اللي طبعا طرية. انتوا هتطلعوا بأي حاجة تانية. وطلعنا الجمال والحلاوة مرملة كده، والحتة يعني الحتة مرملة وفي نفس الوقت ماسكة نفسها مش بتتكسر. بصوا ما شاء الله جميلة جدا. يلا بألف هنا عليكم. السوداني نكهة السوداني مميزة جدا برضو، تدي طعم حلو جدا. يلا سبتكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو أول مرة تشوفوني، وتشيروا الفيديو عشان يوصل لأعلى نسبة مشاهدة إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.